سعد الصغير طالع في الفيديو ده بيشرح وبيرد على شمس الرقاصة وادعاءاتها على حسب ما بيقول هو، يعني ان الكلام ده كذب، ولكن معاه دلائل وبراهين. هنشوف هو هيقول ايه ويرد ويوضح البراهين والدلائل. يلا نسمع ونرجع لبعض تاني. عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم. انا ما كنتش عايز ارد، بس انا ارد عشان في ناس كتير بتحبني، والامهات والستات الكبيره اللي قد ستي دول بيحبوني قوي قوي قوي، ولازم انا افهمهم الموضوع. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه اللي هقوله ده اللي حصل بالظبط. الست دي كل الموضوع يعني فلوس، عايزه تبذلي فقط لا غير. من 2009 عملت نفس الموضوع ده وراحت عملت لي قضيه، عشان يعني نفس الكلام ده عملت لي قضيه في 2009، والحمد لله مش مثلا اتحقق فيها، ده اتحفظت لان انا عارف ان هي كدابه. يعني نفس الكلام اللي بتقولوا عليه دوت في سيدي بشر، ومعايا ما يثبت بالكلام دوت. دي اول حاجه. تاني حاجه، ربنا عارفه بالعقل. واحد خطف واحده ومعاها ثلاثه واختها. انا بس عايزها يا جماعه، انا خطفت 4 تنفار انا وحد ما زي ما هي بتقول. الاربع تنفار ما ينفعش واحد فيهم يطلع مع الشمس دي يقول ايوه فعلا سعد خطفنا. اختك يا ست اقول لك حاجه، اختك بنت امك وابوكي، انا عايزها تقول يا ست ان هي اتخطفت. انا طالعه يا جماعه بتقول هي اختي اتخطفت معايا وثلاثه كمان. طب ما فيش حد من الصحفيين حبايبي الجمال الناس اللي عسل دول يسالوها سؤال واحد؟ هو انت اتخطفتي وبتقولي ان سقطت في الشهر السابع ووداني عند دكتور، انت مش عارفه طريق الدكتور ده عشان تبلغي عنه؟ مش عارفه العياده؟ هتنيني معاكي. ليه واحد يا جماعه يخطف واحده في الشهر السابع ويسقطها؟ طب ما خطفهاش ليه في الشهر السادس، في الخامس، في الرابع؟ ما خطفهاش ليه في الشهر السادس؟ طب في الرابع، في الخامس، السادس. ونفس الكلام ده قالته يا جماعه في 2009، عملت محضر كده وبتاع وكلام من ده. انت كدابه، يلا اتكل على الله. طب ايه الموضوع بقى؟ هي كل سنه تطلع. طب اقول لكم حاجه يا جماعه، طب ما فلان الفلاني اللي بتقول عليه دوت، طب ما كان محبوس، انت ما كلمتيش ليه لما كان محبوس؟ مش الراجل ده خطفك وقال لك زي ما انت عماله تكتبي كده بالتليفون مش ده خطفك؟ طب ما بقى ما بلغتش ليه؟ اقول لكم ليه يا جماعه؟ ما كانتش تقدر تتكلم عشان كانت بتاخد فلوس. يعني هي بتاخد فلوس، طول ما بتاخد فلوس مش تتبلى على حد. طول ما بتاخد فلوس تتبلى على حد. ابتديت بقى يا عم سعد اعقل وابقى حد كويس امتى؟ لما خطفت بنت. خطفت بنت من دار الايتام وراحت كتبتها باسم ابن خالتها. انا عشان خاطر بنت مش هينفع اقول اسمها. الورق ده كله موجود يا جماعه، وانا وطبعا اي جهه سياديه تقدر تتحقق من الكلام دوت. عملت ان هي اللي خلفت البنت ديت، وراحت عامله باسبور ليها واللي ابن خالتها كلهم باسم بعض، وراحوا مهربانين على فين؟ على دبي، والفيز موجوده معايا. وبعد كده ما تعرفش البنت بقى فين. ينفع بقى انا يا جماعه اروح لها؟ ده رقمها، ده رقم الاستاذه، انا زيرو عادي، ما اخر رقم منه اصلا. التصوير اصلا كل مصر عارفاه والدنيا كلها اهو. بص بقى يا جماعه، بص يا جماعه، من 2025 يا جماعه. بص، هي بتقول لي انا السوشي بتدلعني. السوشي انت فين يا سوشي؟ حبيبي وحشني، لا اله الا الله حبيبي. بص جاي امتى؟ انت وحشتني يا شيخه. في واحد، طب سيبكوا بقى 25 طب بصوا ده بقى الشهر اللي فات. هاي سوشي، عامل ايه؟ ممكن تحجز لي شوكي؟ انا اتطلقت وانت وحشني، تعالى مع عندي. مين شوكي ده يا جماعه؟ شريف السبكي. شوف بكلمه، بصوا يعني جايب حد شريف السبكي. انت واحد قاتل لك بنتك او ابنك اللي بتقول عليه دوت، عايزاه عندك ليه؟ ليه؟ يا جماعه بمنتهى الصراحه، انا كنت مع البني ادمه ديت يا جماعه 2009. انا يعني 2000 كنت لسه طالع، اسمي سعد الصغير طالع. قالت لي ايه؟ اتجوزني. واحد انا بقول لكم بصوا ما اقولش الكلام ده يعني ايه؟ ممكن يقول لك ما انت عشت في الحرام. زي اي شاب حطت ايديها في ايديا، جوزني نفسك. هو كده جوزني حبيبتي؟ كده جوزنا. طب افرض انا كذاب، هي ما عملتش كده، فين شهاده الورقه القسيمه اللي ما بيني وما بينك؟ اكيد عشان يبقى جواز معروف 2 شهود ومحامي وحضرتك وانا. طب اعتبر ان انا رحت في ساعه الخطف دي ما خطفتك، قطعت الورقه. طب ال2 الشهود هم فين؟ طب يا جماعه يمكن ال2 الشهود دول معايا وخايفين يجوا. طب ماشي، طب المحامي انت مش عارفاه اللي كتب الورقه؟ لان يا جماعه والله العظيم ولا في شهود، اقسم بالله اقسم بالله ما كان في شهود ولا في ولا في الكلام ده خالص. جوزني نفسك، جوزتك نفسك، بس على كده. وعشت معاه عادي كده، مش بقى اروح انا انام في البيت. راحت مصوراني يا جماعه يعني الاصول يا جماعه انا اللي صورت، بس صورت لي فيديوهات بقى يا جماعه. فانا خايف على اولادي، وخايف على كل حاجه. سمعتي بيت عايزه ايه؟ خدي. مين شاهد كده يا جماعه؟ مين اللي شاهد؟ اصحابها شريف السبكي، كل الناس دي شاهد على كل الكلام ده يا جماعه. هي بقى عايزاني اروح اسافر لها عشان اتدبس في موضوع البنت اللي هي خطفها ديت. يرضى ربنا يا جماعه؟ ما يرضيش ربنا. المهم يا جماعه، طب القانون
طب يا عم سعد انت ايه اللي مسكتك يا عم سعد؟ وبعدين يا جماعه عايز اقول حاجه، مين سعد الصغير دوت اللي فوق القانون؟ ده انا اتخذت في المطار، في المطار يلا ومتكلبش عادي. وسعد مين سعد الصغير ده؟ قانون ما فيهوش حاجه صغير، كلبش كده. وهو يا معلم الباشا تحت امر عليك يا فندم، حبست وانا ما بشربش حاجه. ده واحد مديني حاجه اديها للفرقه كده ومش حشيش، دي سيجاره الكترونيه يعني وانا طلع ان انا ما بشربش حاجه الحمد لله بفضل ربنا والحمد لله. وبرضه ذلك ربنا عاقبني ان انا خدت حاجه وكده. طب لو انا فوق قانون ما اجيب بقى وصايه الدنيا واطلع. ده لا سعد مين؟ ده اقل واحد في البلد دي تحت امرك يا معالي الباشا. ومره لا تقعد اخرتي يا معالي الباشا. فين بقى اللي انا فوق قانون؟ فين بقى اللي انا فوق قانون يا جماعه؟ المهم رحت خدت المستشار الجميل قوي استاذ مجدي حافظ نقيب المحامين والاستاذ عبد الرازق، ورحنا نعمل محضر ان الست دي كل شويه بتطلع بتعمل فيديوهات. ورحنا انترنت قال لك ما ينفعش لان هي بقى هربانه بره البلد فبتعمل تشتم زي كل الناس اللي بيشتموا عادي. فين في تركيا؟ قاعده في تركيا تشتم تعمل اللي تعمله محدش زي الناس اللي بيشتموا الاخوان كده محدش يقدر يكلمهم من بره. طب نعمل ايه؟ رحنا رايحين المحامي العام وعملنا مذكره وقلنا له حكينا له فيها كل الكلام ده يا جماعه. ادي يا جماعه المذكره يا جماعه بعد اذن الناس. معلش انا اسف طولت عليكم انا اسف. مذكره يا جماعه يا ريت معلش الاستاذ اللي معايا بيصور. هي الاء اهيت مذكره اهيت. امتى بقى يا جماعه المذكره دي؟ بصوا يا جماعه من سنه كام؟ من سنتين، اكتر من سنتين يا جماعه. وهو كمان التاريخ كمان اهو يا جماعه. سعاده المحامي العام الماضي هنا اهو اني بحقق في الموضوع. كام بقى التاريخ؟ 3/8/25 يعني من سنه ونص. طب اعمل ايه يا جماعه؟ قولوا لي انتوا اعمل ايه؟ كل شويه هتطلع تعمل فيديوهات كده يا جماعه وانا عندي عيال وشغلانتي ديت يا جماعه والناس بتحبني اصلا عشان انا يعني زيهم. فانا بس كده حبيت اقول لكم ده اللي حصل وده كل حاجه. وانا بتاسف للناس ان انا عرفت فنانه زي ديت او مطربه او رقاصه اللي انا بتاسف ان عرفت الشخصيه ديت لان الشخصيه ديت بفلوس ما تتكلمش، بفلوس تنزل فيديوهات. قبل كده نزلت فيديو يا جماعه انا ببص، في حد عاقل يا جماعه يبص رجل واحده قدام الدنيا كلها؟ لا. ليه؟ ده فيديوهات عينها. انا بس هوريكم حاجه وعيب ان انا اوريها لكم بس يبقى من بعيد. ما تخافش ما تخافش ماشي. هوريكم بس. بعت لصاحبي فيديو بتقول له ايه بقى؟ المره الجايه لو ما بعتش $10,000 وحياه امه لا هنزله. تخيلوا يا جماعه هي اللي بتصورني يا جماعه. انا بس بص يا جماعه مش هوري بس هوري حقها. دي بتبعت لي الفيديوهات انا عايز الناس تخش على النت على الصفحه بتاعتها. هي كانت لابسه جلابيه. انا عايز تخش على الصفحه بتاعتها بس. بص ما بتلبسش جلاليب. بص يا جماعه انا بس ايه هعمل ال $10,000 لا هتنزله. انا قلت لكم خليكم فاكرين الفستان كان لونه ليمونه كنت لابس قميص ابيض. ده لسه في فيديوهات عايزه بقى كل فيديو. هو في راجل يا جماعه يتصور؟ ده هو اللي يصور. هي يا جماعه الموضوع كده. وانا يا جماعه بتقول انا خطفتها وكان معاها 4 ورحنا على الفيلا ومضيتها وصولات دفتر وصولات امانه. بقى يا جماعه من 2009 17 18 سنه دلوقتي ما بعتش وصل امانه لاي حد. وكان زمان حبستها وخلصت من البلاوي اللي عملت تتبلع عليا ديت يا جماعه. يبقى فين بالله عليكم؟ فين الدفتر وصول امانه؟ وبعدين في حاجه يا جماعه هي ليه ما تجيش هنا؟ ما انا اتحبست. ليه ما تجيش هنا مصر وتقولي وتفتحي محضر تاني يا ست؟ ما تقدرش تيجي معاها. هي على 10 سنين حبس يا جماعه. ايه الموضوع كله؟ 10 سنين حبس. خاطفه بنت وقعد 10 سنين هناك. خاطفه بنت اللي انا قلت لكم عليها ديت اللي هي مسفراها خدتها عملت لها باسبور وكتبتها باسمها وبعد كده متجوزه علاء دوت يعني هي اللي خلفتها وسفرتها على دبي. كل الورق ده معايا ومن دبي على تركيا. والبنت دلوقتي معاها بقى هل في تركيا ولا باعتها ولا وديتها فين؟ انا مش عايز اتدبس في حاجه كده مش عايز. الله وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم.